بزاف ديال المقادير. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نوريكم الطريقه والمقادير. بسم الله. في واحد القصريه ولا في واحد الاناء غنجيبوا 125 غرام ديال الزبده. انا عندي هنا 250 غرام، خديت النصف ديالها يعني 125 غرام. بالنسبه للزبده خاصها تكون بدرجه حراره المطبخ ضروري باش تخدم معكم دغيا. غنحتاجو نصف كاس من السكر سنيده، انا نقص على نصف كاس واحد شويه. غادي نخدموا هذيك الزبده والسكر سنيده وواحد الساشي ديال الفاني، عفوا ما بينتوش ليكم، ساشي ديال الفاني للتنسيم. غادي نخدموا هاد الزبده تدخل فيها هذيك السكر سنيده مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، يعني كنعطيوها الوقت ديالها وكنخدموها مزيان. والزبده فاش كتكون ديجا خارجه من الثلاجه على اتساع وبدرجه حراره المطبخ راه كتخدم معكم دغيا. وهنا غادي نضيفوا كاس من الزيت النباتيه، العبار ديما بكاس ديال العنبه، وغنحاولوا ندخلوا هذاك الزيت مع الزبده ومع داك السكر سنيده كيف كتشوف معايا. كنخدموا بشويه بشويه حتى كيدخل لنا داك الزيت في الزبده ديالنا. انا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ولكن انا كنخدم بشويه، يعني كنعطيه وقت الزيت والزبده حتى كينسجموا ليا وكيعطيوني داك القوام ديال بحال شكل ديال البوماد. وهنا من بعد ما انسجموا ليا كيف ما كتشوفوا غنزيد بيضه اللي حتى هي بدرجه حراره المطبخ، وغنخدموها حتى هي تدخل مزيان. السر ديال الصابلي باش يجي معكم ناجح ضروري كل مكون كتزيدوه كتدخلوه مزيان مع المكونات، يعني هذا البيض ما خصوش يبقى معزول على المكونات الاخرين، يعني راه كنعطيوه حتى هو الوقت ديالو كندخلوه كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا من بعد ما كينسجموا ليا المكونات ديالي غادي نضيف المكون السحري، المكون اللي كيعطي واحد المذاق رائع في هذا الصابلي هذا اللي هو الفلون ديال الكراميل. انا عندي هذا اللي متوفر اللي كيكون مزيود فيه السكر، داكشي علاش نقص على نصف كاس ديال السكر. نتوما تقدروا تستعملوا ديك الساشي اللي كتكون صغيره ما كتكون بدون سكر. انا لقيت هذا هو اللي متواجد عندي، حتى هو كندخلوه جيدا في هاد المكونات هذا كيعطي واحد المذاق رائع، وحتى الكولور واللون اللي كيعطينا في الصابلي كيجي زوين. هنا شفتوا اللون اللي تيعطي. وهنا غنضيفوا 500 غرام تقريبا ديال الدقيق، وديما الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق وشحال غتقدروا تدخلوا في هذا العجين، يعني عندكم ميزانكم. انا غنوريكم كيفاش غيكون القوام ديال العجين في الاخير. غنبقاو نضيفوا الدقيق كيف العاده بالتدريج، يعني ما كنضيفوش دفعه واحده، كنضيفوا الدقيق بشويه بشويه حتى كيجمعوا لينا يعني حتى كتحصلوا على القوام المطلوب. وها هي العجين ديالي كيف ما كتشوفوا، ما كندلكوهاش، يعني كنجمعوها غير باطراف الاصابع ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، ما كتحتاجش تدلك، حيت الا دلكناها غادي تبدا ديفورما لينا. هنا غادي نغلفها بالسلوفان وغندخلها للثلاجه ترتاح واحد نصف ساعه. مور ما ترتاح لينا نصف ساعه غادي نخرجوها باش نخدموها. وهنا من بعد ما ارتاحت لنا نصف ساعه في الثلاجه انا خرجتها هنايا. غادي نحيد ليها هذاك السلوفان وغناخذ واحد طريف من هذا العجين. هنا جبت واحد بلاستيك غذائي، تقدروا تاخذوا بلاستيك غذائي ولا بابي كويسون. درت بلاستيك لتحت وبلاستيك للفوق، وغنبدا باش ما نضيف لا دقيق لا والو حيت العجين صافي راه هذا هو القوام اللي باغين. وغنبداو كندلكو في العجين ديالنا غير بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. حنا كنقبطوا هذاك البلاستيك ما يعوجش لينا، وما كنديروهاش العجين رقيقه بزاف وما كنخلوهاش غليظه بزاف. هنا غادي نجيب هاد الطابي هادي كيكونوا فيها جوج جهات، جهه اللي كتكون عاديه وجهه اللي كتكون بومبي شويه. غنحيدو السلوفان من ولا البلاستيك الغذائي من الفوق وغنحطو هاد الطابي من الجهه اللي بومبي. كنتمنى تكونوا فهمتوا. غنحطوها وغنبداو ندوزو المدلك ديالنا باش كتعطينا ديك الرشمه اللي في الطابي. غنبقاو ندوزو المدلك بهاد الطريقه هادي حتى
تاخد العجين ديالنا هذيك الرشمه اللي فيها الطابيه هذه كيف ما موضح لكم هنا في الفيديو كيف ما كتشوفوا. وهنا غنجيبوا اي مرشم ولا اي قطاع عندكم ديال الحلوى. انا استعملت هذه غامده، كنقطع في الصابلي ديالي على هذا الشكل هذا. غندير بوحدين اللي غيكونوا دايرين بحال هكا، وواحدين اللي غيكونوا متقربين من الوسط. غتجيبوا اي اداه عندكم وغادي ديروا داك الثقب في الوسط بحال هذا الشكل هذا. وبالنسبه للشكل ديال الصابلي كيبقى على حسب الذوق. انا خدمت معاكم هذا، نتوما تقدروا ديروا اي شكل. ها هو الشكل اللي بغيت نحصل عليه انا، يعني اللي غتكون في الاسفل هذيك اللي دايره، وهذيك اللي فيها داك الثقب هي اللي غتكون في الاعلى. غنستمر انا بهاد الطريقه حتى نكمل العجين ديالي كامله، وغنتلاقاو باش نوريكم كيفاش كنحصل عليهم. هنا هاد الصابلي ديالي من بعد ما كملته درته في الصفحه ديال العمل، وغندخلو للفرن على درجه حراره اقل من 180. كيكون الفران ناقص باش كيطيب لينا على خاطرو. كيف ما كتشوفوا حنا كنحمروه شويه من التحت وكياخذ لون ذهبي من الفوق بهذا الشكل هذا باش كيجي مقرمش. وهنا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. بالنسبه للتزيين غناخذ الكراميل. انا حتى ندير لكم فيديو ديال الكراميل اللي قلت لكم المره اللي فاتت، باقي ما درتش لكم فيديو ديال الكراميل، وتقدروا تاخذوه واجد. كناخذوا الصابلي اللي داير كنديروا فيه شويه ديال الكراميل في الوسط، وكناخذوا هذيك اللي فيها داك الثقب من الوسط وكنوضعوها كتجي بحال هذا الشكل هذه. المنظر كيجي رائع كيف ما كتشوفوا. انا عطيتكم هذه الطريقه تزيين، نتوما تزيين عاوتاني كتبقى على حسب المتوفر وعلى حسب الذوق ديالكم، يعني الشكل اللي غتستعملوا غيحكم لكم على التزيين ديالو. وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى غنكمل الصابلي ديالي كامل. وكيف ما شفتوا معايا راه ما شاء الله هاد المقادير اللي عطيتكم مقادير بساط كيخرجوا لنا كميه معقوله ديال هاد الصابلي هذا. وكيجي ما نعاودش لكم، كيجي هشيش، كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. داك الفلون ديال الكراميل كيعطيه واحد النسمه زوينه. داكشي علاش قلت لكم الفلون الكراميل ضروري خاصو يكون في هذا الصابلي هذا. كيف ما وضحت لكم في الفيديو انا راه وريتكم الفلون الصغير اللي نورمالمون خاص نستعملو. انا فاش جا درت العجينه ما كانش متوفر عندي هذا الصغير، كان متوفر عندي الكبير. داكشي علاش نقصت من السكر سنيده. نورمالمون نصف كاس اللي كنستعملو انا نقصت عليه واحد شويه، حيت ديجا هذاك الفلون اللي كيكون كبير كيكون يعني كيكون فيه السكر، هذا كيكون بدون سكر. انا غنستمر كيف قلت لكم بهاد الطريقه هذه حتى غنكمل الكميه كامله اللي عندي. صراحه هاد الصابلي هذا كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. وكانت هذه هي الحلوه ديالنا ولا الصابلي ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.